السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حلاوة الجبنة. فعلا حلاوة الجبنة هتدوق حلاوتها وطعمتها، سهلة وبسيطة وكل حاجتها في البيت عندنا، مفيش بقى حاجات صعبة خالص فيها. احنا هنعملها على الطريقة بتاعتنا. اللهم احبك واحب من يحبك واحب عمل يقربني ليك يا الله. يلا نشوف زوزو هتعملها ازاي. معانا نص كيلو كريمة لباني، مش هناخدها كلها، هتفيد منها الكريمة. معانا 300 جرام جبنة موتزاريلا، معايا 300 جرام مية، 130 سميد بسبوسة، معايا 50 جرام سكر، يعني اعتبر كوباية الا ربع سميد، معلقتين سكر، نص كوباية جبنة موتزاريلا. هننزل الكريمة اللباني، هنركنها. هنجيب 3 معالق نشا مع معلقتين لبن وهنقلبهم. هنقلب تقليب النشا جامد عشان ما فيش حبوب فيه. هنولع النار ونعمل الكريمة. لو الكريمة عاوزة نص كوباية لبن نزليها، لو لقيتيها تقيلة جدا. هنقلب، نستمر في التقليب. انا بعمل الكريمة واركنها كده، شايفين. هننزلها في البولة بتاعتنا. هننزل بقى معلقتين سكر فيها ونقلب. هنحطها في التلاجة. نيجي للمرحلة التانية. معانا معلقتين زيت زيتون، معانا معلقة سكر، نزلنا نص كوباية مية نزلناها. هننزل معلقة السكر، معلقتين زيت الزيتون زي ما انت حابة، ممكن زيت يعني اي زيت نباتي ماشي زي ما انت حابة، بس الافضل زيت زيتون. هننزل المية تغلي وهننزل السميد، كوباية الا ربع سميد البسبوسة. هنقلبها تقليب جيد، سهلة وبسيطة، بس تبعي خطوات زوزو. تغلي على النار، شايفين. هنروح منزلين الجبنة ونقلبها. الامكانيات بتاعتها في البيت عندك وبسيطة جدا، انا قلت اعملها لكم سهلة وبسيطة. هنقلب كده تقلت معانا. هننزل العجينة معانا تبرد شوية. هنحط ايدينا فيها زيت، ندهن زيت. هنعملها زي الكورة كده. بسم الله. هنطبطب عليها ده، نقعد نفردها شوية 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 بس تبرد، واقعدي افردي فيها انها زي الفطيرة. هنقسمها نصين، هنقسم النص التاني. انا هعملها على طريقة زوزو، طريقتي. نزلناها في الصحن بتاعنا بعد ما بردت. كريمة بردت في التلاجة، نزلناها في القمع بتاعنا. هنفردها. انا بسهل لكم يعني بسهلها لكم، يعني سهلة بسيطة كده عشان تقوموا تعملوها. اتمنى تجربوها وتقولوا تسلم ايدك يا زوزو. لذيذة جدا وطعمها يعني خطير. هي بتتلف بس انا عملتها مربعات، عملتها مختلفة على الطريقة المصرية، جميلة جدا. اتمنى تقومي تجربيها. عندنا بقى شربات
او عسل عندك. ملحوظة، لو عندك مية موارد تحطيها جميلة جدا. مية زهر قطعناها مربعات، شفتي جميلة جدا. عندك عسل النحل، عندك الشربات بتاع الكنافة بتاع البسبوسة. الله يا زوزو، اتمنى تجربوها وتقولوا لي تسلم ايدك يا زوزو. عملت لنا صحن كبير جدا ما شاء الله، والطعم لذيذ، لا بسيطة وجميلة جدا. دي حلاوة الجبنة اللي بتقولك خلي بالك من زوزو. لو عجبكم الفيديو شير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل الجديد من ماما زوزو، وصحتين على قلبكم وبالهنا والشفا. اتمنى تجربوها. الله، بسيطة وسهلة، شايفين الجمال ما شاء الله. مفيش مستحيل، قومي جربيها، خطيرة.